النهاردة هوريكوا أطعم وأطرى جلاش ممكن تاكلوه في حياتكم، وهوريكوا طريقتين ممكن تلفوه بيهم وتعملوا شكل جميل اوي اوي بيه، وهعرفكوا ازاي بتطلعوا الجلاش طري وجميل. أول حاجة معانا طبق ومسيحين فيه سمنة زي ما احنا شايفين كده، وهنجيب الصينية بتاعتنا وندهنها كلها سمنة، هنفضل نوزع السمنة على الصينية كلها، ونبتدي بقى نجيب أول طبقة جلاش معانا ونفردها في الصينية بالشكل اللي احنا شايفينه ده. أهم حاجة منسيبش جلاش مدلدل برا الصينية، لأ بنتنيه من الأطراف علشان يدخل كله في الصينية، ونبتدي إن احنا ندهنه بالفرشة كده سمنة من الطبق اللي احنا مسيحين فيه سمنة. أفضل أدهن بقى طبقة الجلاش كلها بالسمنة، أوزع السمنة عليها في كل حتة، وابتدي زي ما قولتلكوا إن أنا أدني الطبقة جوا الصينية علشان مينفعش تبقى مدلدلة أكيد. وبعدين هجيب بقى الطبقة التانية من الجلاش وانزل عليها بالطبقة الأولى اللي أنا عملتها، وبرضه ابتدي كده إن أنا افردها في الصينية، وبعدين برضه اجيب الفرشة بتاعتي وادهنها سمنة، وابتدي إن أنا اوزع كده على الطبقة التانية. لازم ندهن كل طبقة بنحطها بالسمنة، لازم يا جماعة أهم حاجة في الجلاش السمنة، لازم ادهن بيها أو زبدة على حسب ما احنا عايزين. افضل بقى اوزع السمنة كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وابتدي برضو ان انا اتني الطبقة التانية جوه الصينية علشان مينفعش تبقى نازلة برا الصينية بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. شايفين لازم تبقى كده بالشكل ده ملمومة في الصينية ومفرودة، وطبعا هنبقى معصجين لحمة، طبعا احنا عارفين الطريقة، بصل وفلفل ولحمة وكل الكلام ده والبهارات والتوابل. وبعدين هنزل بقى بعد نص الطبقات من الجلاش معايا، هنزل بقى باللحمة بتاعتي كده على نص الطبقات اللي انا حطيتها للجلاش، وابتدي ان انا اوزعها كده على الجلاش كله بالشكل ده. وده شكلها بعد ما وزعت اللحمة كلها على الجلاش زي ما احنا شايفين كده. واغطي بقى الطبقة بتاعة اللحمة بطبقة جلاش تانية برضو، وابتدي ان انا برضو احط سمنة واوزعها في الصينية، ادخلها في الصينية، والموضوع هفضل اكرره مع طبقات الجلاش كلها زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي هدهنها اهو بالسمنة، وبدخل الاطراف كلها جوا الصينية. هبتدي بقى ان انا اعمل كل اللي انا عملته ده مع الطبقات كلها لغاية ما طبقات الجلاش بتاعتي كلها تخلص، وطبعا لازم ادهن سمنة في كل طبقة زي ما قولتلكوا كده. وبعد ما اخلص كل الطبقات بتاعتي لازم كل الطبقات تخلص، وطبعا بعد نص الطبقات بحط اللحمة، ونص الطبقات التاني بحطهم فوق طبقة اللحمة. بعد ما خلصنا بقى يا جماعة لازم ان احنا نبتدي نقطع الجلاش بتاعنا بالسكينة كده على شكل مربعات، علشان طبعا هيبقى سهل عليها ان احنا نبقى مقطعينها وهي طرية احسن ما تخش الفرن وبعدين نبتدي نقطعها. لأ احنا بنقطعها قبل ما ندخلها الفرن، هنبتدي ان احنا نقطعها على شكل مربعات كده بالشكل الجميل ده. شايفين هنفضل بقى نقطعها بالشكل اللي احنا شايفينه ده على شكل مربعات جميلة كده وبالتساوي، ونقطع جامد يعني نغرس السكينة. وده شكلها بعد ما قطعتها وقبل ما ادخلها الفرن يا جماعة. شايفين انا مقطعاها بشكل حلو قوي عشان تبقى سهلة عليا في اكلها لما اطلعها من الفرن. تعالوا بقى اوريكوا طريقة تانية ممكن نلف بيها الجلاش غير الصينية والمربعات. بنجيب طبقتين من الجلاش ونبتدي ان احنا ندهنهم سمنة زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده.
اهو زي ما انتوا نوزع شايفين السمنة كده انا على عمالة الطبقات اوزع كلها، لازم في السمنة السمنة تبقى في على كل طبقات حتة من الجلاش اللي طبقة انا الجلاش هستخدمها في الطريقة بتاعتنا. الجديدة اللي لازم تعملوها، بتبقى تحفة جدا جدا. وكمان لو عملتوها للاطفال بتبقى جميلة قوي قوي ليهم. بعد ما عملت الطبقات بتاعتي كده هنزل بشوية لحمة من المتعصجة بتاعتي. ابتدي ان انا احط اللحمة بتاعتي بشكل طولي كده، وبعدين هبتدي ان انا ارول الجلاش بتاعتي على شكل رول. هتبقى بقى تحفة قوي للاطفال لو جربتوها. بتني كده الناحيتين، وبعد ما اتنيهم ببتدي بقى ان انا الفهم كده على شكل الرول بتاعي عشان يطلعوا جمال جدا وتحفة بجد. الطريقة دي الأطفال بيحبوها قوي، يمسكوا كده الرول ويفضلوا ياكلوا فيها. ممكن كمان ما نحشيهاش لحمة بس يا جماعة، ممكن نحشيها حلا، أو نحشيها مثلا جبن، اللي احنا عاوزينه نحشيه فيها. ابتدي بقى ان انا اكرر الطريقة دي مع طبقات الجلاش، ارول كذا واحدة كده وانزل بيهم في الصينية. وطبعا الصينية برضو بتبقى مدهونة سمنة قبل ما احط فيها الجلاش الرول برضو. وابتدي بقى ان انا اعمل الطريقة دي مع كذا طبقة من الجلاش علشان اعمل كمية حلوة برضو كده، واحطها في الصينية زي ما انتوا شايفين كده. شايفين ده شكلهم في الصينية بعد ما عملت كذا واحدة. وهدخلها برضو الفرن لمدة ربع او تلت ساعة زي ما احنا شايفين كده. هرش عليها قبل ما ادخلها برضو، ممكن ارش عليها شوية توابل وبهارات كده يدوها طعم. على جنب بقى هكون مجهزة كوباية لبن كده، وهنزل عليها بشوية فلفل اسمر، وهنزل عليها ببيضة. الخطوة دي مهمة جدا 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 في تطرية الجلاش لما يطلع من الفرن. وده بعد ما طلعت كده الصينية المربعات، وهنزل عليها بكوباية اللبن اللي انا جهزتها بالبيض والفلفل الاسمر. وشايفين يا جماعة الجمال والعظمة واللون الذهبي، وطعمها خرافي خرافي خرافي. وشايفين شكل الرول مع المربعات، بجد اشكال حلوة وجميلة ممكن نعملها في الجلاش وبحشوات مختلفة. وما تنسوش تعملولي لايك وسبسكرايب لو عجبكم الفيديو، واستنوني في كل جديد.